عارفين لما يجي عليكوا لحظات تحسوا فيها باليأس والضعف، وحرفيا حاسين فيها ان خلاص كل امل كان جواكم انكم تحققوا حلم بتحلموا بيه بقالكم سنين خلاص ما بقاش موجود. كل الظروف اللي حواليكم بتقول لكم ما ينفعش، لا في وقت ولا في إمكانية ولا في فلوس ولا في أي حاجة بتقولك إن ينفع في الوقت ده تعملي حاجة. وكل يوم بيسيب سؤال جواكي، كل يوم بيقولك انت لسه مستمرة ليه؟ كل اللي انت عملتيه راح، كل اللي انت تعبتي فيه ضاع، شقاكي كله راح، خلاص ما بقاش في امل انك تحققي حاجة ولا تعملي حاجة. ما بفيش فرصة اصلا تساعدك انك تعملي حاجة. بتحلمي بايه؟ هتعملي ايه؟ كل دي اصوات جوانا ما بتسكتش، حرفيا ما بتسكتش. لما بتيجي ايام عليكي بيكون بسبب الاصوات دي ما بتناميش، حرفيا بتكوني قلبك من جوه بيتعسر لانك شايفة احلامك كلها بتروح قدام عينك. كل تعب وكل مجهود وكل سهر سهرتي كله راح على الفاضي. اوعي تصدقي، انا بقولك اهو، اوعي تصدقي. وانا جايالك من قدام ومن المستقبل وسبقتك في المكان اللي انت فيه والوضع اللي انت فيه بدرجة شوية، وبقولك اوعي تصدقي. هي بتبقى لحظة صعبة عليكي، بتعدي باختبار لمدة معينة، ولما تنجحي فيه ما تعديش بقى على اللي هتشوفيه. حرفيا انا بكلمك وسابقاكي من قدام شوية. سنة 25 كانت أصعب سنة معدت عليا. كنت بدأتها بشغل وبشغف وبطاقة وحيوية ونشاط، ولكن ما كانش مجالي ولا كان شغلي، ولكن اديته حقه وأخدت بالأسباب وسعيت مع إني مش مكاني، وحاسة إن ده مش تبعي، حاسة إن ده مش حلمي، ده مش شغلي، ده مش مجالي، ولكن برضو بشتغل وبدي حقه. تعبت واتمرمطت. حرفيا كان بيعدي عليا أيام شغل 12 ساعة، شغل حرفيا 12 ساعة و18 ساعة بدون راحة. ملوش دعوة بقى لا بظروف صحية ولا بوضع نفسي ولا بأي حاجة، انتي مستمرة وبس. مليش دعوة بقى ايا كان، انتي لوحدك، انتي معاك حد مفروض ان يكون حد بيساعدك ولا اي حاجة. وملوش دعوة بظروف حياتك اذا كنت عندك اولاد او بيت او اي حاجة، ملوش دعوة. انتي اشتغلتي وقررتي انك تبدأي شغل، خشي المفرمة واحنا هنقيس قوة تحملك وصبرك وعزيمتك. كانت سنة 25 كانت هي الاختبار بالنسبة لي، كانت بتقيس كل حاجة جوايا. كل يوم كانت بتقولي اثبتي اللي انتي عايزاه ده، هتكوني قده ولا لأ. وانا كل يوم كنت بثبت لها ان انا قده، وان انا قد اللي بحلم بيه وقد اللي انا حطيت نفسي فيه، وهفضل مكملة حتى لو حاسة ان ده مش مكاني يعني ولا يناسبني، حتى وانا حاسة ان حلمي بيروح من ايدي. لما سلمتها لله ومن كتر الاسئلة تعبت ومرضتش اجاوب على ولا سؤال، وسبت كل حاجة وسكت الصوت اللي جوايا وسلمتها لربنا. فجأة لقيت سنة 26 داخلة عليا وبتقولي يلا، بدون مقدمات وبدون تخطيط وبدون تجهيزات، بتقولي يلا عشان نبدأ، مش يلا بقى عشان نشوف حلمنا. اه، ازاي؟ هو انا لسه عملت حاجة؟ هو انا اصلا بدأت في حاجة ولا خططت في حاجة ولا رسمت حاجة؟ ولا مش كان في اصلا معاناة وخناقات ومشاكل وصراعات نفسية؟ لا، انسي كل ده. يلا، مفيش وقت، يلا عشان نبدأ. سنة 2026 جاية بتقولي أنا سنة أحلامك، اثبتيلي بقى اللي انتي مصدقاه. وأنا بقولك مهما كنتي بتمري بظروف صعبة، مهما الوقت قسى عليكي ومهما الظروف جت عليكي، اوعي تستسلمي، لأن اللحظة اللي انتي بتستنيها وبتتمنيها هتيجي مهما طال الوقت. مهما كانت الاختبار صعب وطويل، الفكرة في الوقت. ملكيش دعوة بالنتيجة، اسعي، النتيجة سيبيها على ربنا. زي ما أنا سعيت
وما كلّيتش ولا سخطت ولو للحظة، ولا كرهت اللي أنا باعمله، ولا قرفت منّه، مع إنه ما كانش شغلي أصلًا، ولا كان مجالي، ولا كان ليّا فيه، ولا أصلًا فاهمة فيه حاجة، ولكن داخلة بالمجهود الذاتي واتعلّمت وقدرت أكافح واتعلّمت من خسارتي ولمّيت الدنيا ووقفت على رجلي. قالت لي بقى خلاص أنتِ تستاهلي إنِّك نقدّم لِك حلمِك على طبق من فضة. سنة 2026 جاية ومعاها أحلامي، اوعوا تيأسوا، اوعوا تملّوا من حلمكم، لإنه هييجي مهما طال الوقت. السنة الجديدة هنبدأ رحلة جديدة مع بعض، رحلة كلّها شغف وطاقة وتحفيز واستمرار قبل كل ده، واستمرار وتعلُّم. سنة من غير جلد ذات، سنة من غير تأنيب ضمير، سنة من غير أي ألم ولا وجع، سنة كلّها تعلُّم، كلّها حُب وكلّها شغف وكلّها نجاحات. سنة إن شاء الله هتكون مليانة بالخير علينا وعليكم يا رب. استنونا في الإبداعات الجديدة والشغل الجديد ومجالي الجديد.